السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير كامل بصحة وعافية وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. فيديو على بالي راني طولت عليكم بزاف باش حطيت لكم الفيديو، والاخوات اللي معايا في الانستغرام تقريبا لمحت له مع الموضوع اللي حبيت نفتحه معكم في هذا الفيديو ان شاء الله. الزينات ما تنساوش تبداو لنا الفيديو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى، ايضا ديروا لنا جيم هكذا باش الاخوات اللي معنا في القناه كامل يشوفوا الفيديو تاع اليوم. حبيت نبارطاجي معكم هكا لي فيديو اللي كنت صورتهم من قبل، حبيت نحطهم لكم هكا ومام طون راني نحكي معكم لانه اليوم راح نفتحوا موضوع جد حساس بالنسبه ليا. مانيش حابه نفتحه بهذه الطريقه، ولكن الله غالب، قدر الله وما شاء فعل. دونك الزينات، انا اليوم في الفيديو هذا جيت باش نودعكم. شوفوا، يعني موش وداع خلاص، ولكن كيف راح نقولوا، بعد تقريبا 5 سنوات وانا في اليوتيوب جاء اليوم اللي راح نعتزل. يعني انا بور لو مومون يعني راح يكون اعتزال، يعني باسكو خممت فيها بيان بعد مشاورات مع نفسي، ما نشور حتى واحد، لانه هذه قناتي وانا اللي خدمت عليها وتعبت عليها، وانتم راكم متتبعاتي خواتاتي. كاين منكم اللي يتبعني في الانستغرام، كاين اللي ماهوش متبعني تاع الانستغرام، تقريبا راهم فهموني على الموضوع اللي حبيت نفتحه معهم. دونك الزينات، انا قناتي راهي في تدهور تام، يعني عندي فيها مشاكل كبيره كبيره. رغم اني عندي مده ما طليتش عليها، ما دخلتش الايميل، ما شفت والو، وبحكم اني ما نعرفش بيان في هذه الامور. قناتي يعني في تدهور تام تام. لهذا قررت اني نحبس انايا، نعتزل يوتيوب تماما. ما على باليش بالك في يوم من الايام يعني نحب نرجع لكم، ما تدريش، على عام عامين 3 يمكن يكون عندي محتوى هادف اكثر، محتوى تقدروا انتم تستفادوا منه بزاف. بالك نرجع لكم انسانه ثانيه، انسانه كما نقولوا احنا بحاجات جديده. حسيت انه قناتي فيها محتوى مكرر، لهذا حاولت اني نحبس انا وما نبقاش غير نبارطاجي في الفيديو، والقناه راهي تمشي غير وتهبط. دونك كل وحده فيكم حابه تتبعني، وكل وحده فيكم حابه تبقى معايا اون كونتاكت، تبعني في الانستغرام ثم يعني راح يكون تواصل سهل معاكم. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي هو دلال لايف ستايل. هذه هي الزينات. على بالكم الحاجه اللي خممت فيها اليامات اللي فاتوا كي قلت نعتزل اليوتيوب ونحبس كامل عليا. حبيت نتوجه لواحد العالم، عالم جد جميل، نقوله لكم ولا لا ليه هو البنات حفظ كتاب الله الكريم. على بالكم هذه هي الحاجة الوحيدة اللي جاتني في بالي، قلت علاه ما نحفظش القرآن. وكما على بالكم عندها 3 وليدات، ربة بيت، تكون عندها أولويات بزاف وعديدة، وتكون عندها قناة وتخدم عليها وتخدم دارها وأولادها قرايتهم وتخدم الزوج تاعها، يعني ماهيش حاجة سهلة. وممطون يعني تزيدي تحفظي قرآن ولا ديري حاجة، أنا عن نفسي ما نقدرش، أنا كل حاجة نحب نعطيها حقها. لهذا كي قررت أني نعتزل يوتيوب قلت يعني هكذا باش نزيد نركز ونبازي بزاف على قرايه وليداتي، ونزيد ندير حاجه من فوق هكا. ومن بعد جاتني هذا لوكازيون تاع حفظ القران الكريم، والحمد لله يا رب العالمين. ربي يقدر ان شاء الله، ويقدر كل وحده فيكم ناويه تحفظ كتاب الله، لانه يعني سبحان الله، ربي سبحانه راح يدير لك واحد يسهل لك وييسر لك في هذا الامر. انا الوقت الحالي راني نقرا في واحد الجروب تاع تيليجرام، دخلتني فيه صديقه ليا اللي نشكرها ونقولها بارك الله فيك وربي يجازيك خير الجزاء. وراني ان شاء الله نخمم اني نزيد نخرج نشوف المدارس القرانيه هنايا وين نسكن، يعني البروغرام تاعهم على قداه وقتها يقريو، بالك نزيد نقرا في المدرسه، ونزيد نقرا كما نقولوا في الجروب تاع التليجرام. هذه هي البنات، يعني واش حنقول لكم، وبلاك يعني كاين بزاف افكار في راسي حابه نديرهم في الوقت تاع الفراغ تاعي. انا كما على بالكم تعرفوني نحب نشغل وقتي، ما نحبش هكذا زعما نقعد ولا نكمل خدمتي ونجي نقعد نحكي في التليفون ولا نوضر وقتي هكاك. ديما نحب اني نستغل هذيك الدقيقه ولا السويعه اللي نقعدها اني ندير حاجه. ما على باليش انا نقرا كتاب، نقرا في المصحف، نحفظ ايات جديده نصلي بهم، لانه كي تحفظوا ايات وتصليوا بهم هكا يعني يكون عندكم هذاك الخشوع، خير ما تبقاو تصليوا ديما بنفس الصور. هذه هي. ايضا
شغل انا انسانه كنت نحوس على قيمتي، ما لقيتهاش عندي وقت وانا نبارطاجي معكم دي فيديو، نخيط، نتعلم، نبارطاجي معكم افكار. حسيت انه محتوى اللي نقدمه بالك ما يعجبش المشاهد، حسيت بالك الديفو فيا ماهوش في المتابع. ومن بعد قلت يعني انا هادشي كامل اللي راهم يعني مدير لي لخبطه نحبسه كامل ونحوس على القيمه تاعي. على بالكم لقيتها لما نصلي صلواتي الخمس في الوقت، ثم نحس بلي ربي سبحانه راه راضي عليا. هذيك هي الدنيا وما فيها. ديما نحولوا هذه القيمه اللي عندنا الى ابتغاء، يعني المراد منها أن نذكر في الملأ الأعلى عند ربي سبحانه، لقوله تعالى اذكروني أذكركم. فالملائكة ديما تجوب الأرض وتحوس وتبحث عن الذاكرين لله والذاكرات. فالعبد ديما يبحث عن متابعة الملائكة بدل ما يتابع البشر. نرجع الفيديو حبيباتي، حبيت نهضر لكم على لاسبيغاتور تاعي اليوم. دونك بزاف تسؤالات جاوني، ايا اليوم قلت نبروفيتي ونجاوبكم. شوفوا ما شاء الله وش تلم. شوفوا يا البنات، شوفوا بعينيكم. انا ديفو يعني نخلع نقولها اسكو هذا الشيء كامل يعني كاين في فراشي وزربيتي يعني سبحان الله. مليحه بزاف. انا لا مارك تاع كينوود، لا مارك هذه يعني راهي عندها اسمها وعندها بلاصتها. لما نجي انا نحكي لكم عليها، كاين دي مارك بزاف وكل وحده فينا واش جربت ولا واش شرات. انا عن نفسي نحكي لكم على كينوود، لا مارك تاعها معروفه بارتو، كاين في البيترا، كاين في لي روبو، كاين هنايا في الاسبيراتور. شوفوا روعه. انا عندي واحد الروبو كبير بزاف نرحي به، رائع جدا مع هذا الاسبيراتور. يعني ما عندي ما نقول في هذا لا مارك. تجبد ما شاء الله. التنظيف تاعها ايضا سهل، لي زيكسسوار تاعها ام يقولوا بلي راهم متوفرين. هنا الغلطه تاعي انه نيطوايتها يعني غير بخفيف هنا في الصالون. كان نورمالمون نخرجها للبالكون وشي هو نسيت زعما ولتيت مع التصوير. دونك هذه هي اسبيريت الصالون لي فوتي الزربيه. مسحت الغبره ديما نحب نخليها للاخر بعد ما ناسبيري، ونظفت اكيد لاسبيراتور هزيتها باش عاد مسحت الغبره وسيقت صالون شفتها عطرتها كما العاده. نجيو هنايا الوجبه العشاء اللي راح تكون الدجاج متبل، وبهذيك التتبيله نحطوا فيها البطاطا ونطيبوهم في لاكوكوط. عندي هنايا شويه تاع الدجاج، استعملوا واش حبيتوا نتوما واش عندكم. درت التوابل تاع الدجاج، راس الحانوت، شويه كزبر، شويه تاع كمون والملح وبابريكا، نصف ملعقه كبيره تاع طوماطيش ونص مغرف ثاني تاع لا موتارد، شويه تاع الملح، شويه تاع الزيت وشويه تاع الماء. نرقد هذاك الدجاج تاعي مليح في هذه التتبيله ونخليهم دكوتي، ونروح هنايا نحط لاكوكوط تاعي تسخن شوي ديريكتومون. نحطو فيها الدجاج بلا ما نحط لا بصله لا ثوم، يتقلى شويه ومن بعد نضيف عليه هذيك البطاطا اللي كنا ثاني حطينا في هذيك التتبيله. دونك الزينات هنايا باش نختم الموضوع معكم ونفهمكم مليح. بالنسبه للقناه كما قلت لكم يعني كاينين اخوات يدخلوا يقولوا لي دلال يعني ربي يكون في عونك، معليش اصبري دوك تطلع قناتك، معليش اصبري دوك تطلع قناتك. يعني كما يقولوا لي صبر حدود. والانسان هذا مثلا النجاح يطلع في السلوم، يطلع كاين وين يحبس، مثلا ما تلقاش درجه وين تحطي رجلك. انا هكاك صرات لي وقناتي نشوف فيها باللي سيبون يعني ما نقدرش نزيد نحط فيها. الله المستعان. كل واحد كيفاه. واحد كتب له ربي انه ينجح ويطلع ويبقى غير يخدم على محتواه، يعني الناس دعماته وزاد طور من القناه ومن المحتوى اللي يقدمه، لكن انا ما كانش الدعم. لهذا يعني قررت اني نحبس مؤقتا، ما على باليش. المهم راح نعتزل الوقت الحالي. بصح ما نقولكمش انا 5 شهور ولا عام ولا عامين باه نقدر نرجع. حبيت اني نرجع. انا قبل ما نختم معكم نقفل هذه القناه كامل، راح نفتح قناه جديده. كيما يقول لك بدل العتبه، حبيت نبدل انا العتبه ونفتح قناه جديده. بالك تكون فاتحه خير عليا، بالك نحط لكم فيها محتوى مليح. ان شاء الله. هاني حابه نتوجه لعالم الخياطه ولا عالم الطبخ، يعني هذه هي. بالك نرجع لكم نكون دايره يعني دبلوم في الخياطه ولا مام دورات، نحضر دورات في الحلويات ولا في الطبخ ولا في اي حاجه. المهم القناه اللي راح نفتحها ان شاء الله حبيت نفيدكم بحاجات يكونوا ملاح وتستفادوا منهم. فهمتوني البنات؟ هذه هي الحاجه اللي حبيت نوصلها لكم. واكيد يشرفني ويعني يشرفني انكم تدعموني فيها وتابونيو فيها، لانه اكيد مستحيل اي انسان ينجح
ولا يطلع سلم النجاح بدون دعم. لهذا يعني اكيد راح نفرح بزاف يعني بالاشتراك تاعكم فيها ودعمكم ليا اكيد. وحبيت نقول لكم باركولي، راني بديت نتعلم نسوق، وهذا الخوف كان يعني سبحان الله. بكري كنت انسانه نقول مستحيل انا نسوق، مستحيل مابا يعني نتعلم. ومن بعد بشوي بشويه بديت نتعلم، وكان واحد التعليق هو اللي يعني خلاني اني نسوق. على بالكم وش هو؟ دخلت واحد الاخت وقالت لي بركي ما تفوخي علينا وسوقي تراه. على بالكم هي اللي خلتني نسوق. على بها دي فوا لي ميساج هذوما السلبيه هما اللي يخليوك انك يعني ديري بهم دافع ولا حافز باش ديري الحاجه هذيك. نقول لكم هنايا تهلاو في روحكم بزاف بزاف، احبكم منا في الله جميعا. كل وحده تحبني في الله، انا نحبك اكثر واكثر. وما بقى غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف بزاف. نتمنى لكم النجاح في حياتكم، نتمنى لكم الهنا، السعاده، الصحه، العافيه. وان شاء الله مش راح يكون هذا الفيديو الاخر، يعني هذا برك فيديو نوضح لكم. اما الفيديو الجاي قادر نديرو بلا صوت، قادر نديرو بالصوت، ما لا باليش. المهم بقى لي فيديو حبيت نبارطاجيه معكم قبل ما نختم معكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى الملتقى الزينات. واكيد كما قلت لكم اللي حبت تبقى اون كونتاكت معايا نخلي لكم لاباج تاعي تاع الانستغرام هنايا في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. تحبوا تتواصلوا معايا ثم نقصر ونبارطاجي معكم دي ستوري تاع تحفيز، فهمتوني؟ يعني ثم التواصل يكون اسهل. وهنا نقول لكم الى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.